بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. وفيديو جديد. خلصنا ماتشات منتخب مصر واحتفلنا بالصعود لكأس العالم 2026. نرجع بقى من تاني لنادي الزمالك وللأزمات والمشاكل اللي داخل النادي اللي مش بتخلص وأرض أكتوبر. بس في البداية نبتدي بالحدث الأهم بالنسبة لي في 2025، وقف الحرب على غزة. ويا رب دايما اخواتنا في فلسطين يعيشوا في سلام وأمان. مصر أم الدنيا، والحقيقة موقف كبير جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه اخواتنا في فلسطين. وقف الحرب على غزة هو أحلى حاجة حصلت في 2025 بعد المعاناة لمدة سنتين من اللي ما يتسموش. نيجي لنادي الزمالك ونبتدي من عند أرض أكتوبر. دلوقتي مصر صعدت لكأس العالم 2026. مصر كانت سبب رئيسي برئيس عبد الفتاح السيسي في وقف الحرب على غزة. مصر مش قادرة ترجع أرض أكتوبر لنادي الزمالك. يا جماعة نادي الزمالك فيه كوارث. نادي الزمالك أرض أكتوبر لازم ترجع له. أنا بس عاوز أفهم حاجة. ليه المسؤولين بيهمشوا جمهور نادي الزمالك؟ يعني ليه الناس بالبلدي كده مش مقدرة جمهور نادي الزمالك، أو جمهور نادي الزمالك ملوش اعتبار عندهم؟ يعني موقف زي ده وأرض أكتوبر اللي بقالها داخلة في شهرين ونص ولا 3 شهور، وانتوا عارفين الحال اللي بيمر بيه نادي الزمالك وكم الازمات والمشاكل. مفيش حد من المسؤولين قادر ان هو حتى يطلع يخاطب جمهور نادي الزمالك يعرفهم راسهم من رجليه. ما تعرفونا المشكلة فين؟ ما احنا اتكلمنا مليون مرة وجمهور الزمالك ناشد الرئيس 60,000 مرة، وناشدنا وزير الشباب والرياضة ووزير الإسكان. يعني لحد امتى احنا هنفضل على الحال ده؟ ليه جمهور نادي الزمالك مهمش من المسؤولين داخل البلد؟ هو جمهور الزمالك ده مش من شعب مصر؟ واحنا يا جدعان مش عايشين معاكم في البلد؟ هي دي مش بلدنا؟ وده نادينا اللي احنا بننتمي له وبنشجعوه. ليه الناس بتهمش جمهور نادي الزمالك؟ ليه المسؤولين مش قادرين لحد النهارده يخرجوا يعرفوا جمهور نادي الزمالك ايه اللي بيحصل في قصة ارض اكتوبر؟ ما احنا قلنا ارض اكتوبر ورقها سليم ترجع لنادي الزمالك في اقرب وقت، عشان احنا عندنا مشاكل وازمات كبيره. طب ارض اكتوبر ورقها مش سليم، حاسب اللي غلط، حاسبه مجلس اداره نادي الزمالك، المجلس الفاشل والعار على النادي. بتحاسبه ليه وتعاقبه كيان نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك؟ يا جماعه الموضوع ده طول قوي وبوخ قوي. احنا من حقنا نعرف الازمه فين، المشكله فين، عند الاداره ولا المشكله في البلد ولا في المسؤولين؟ ما لو ارض اكتوبر سليمه تبقى ترجع لنادي الزمالك، عشان احنا عندنا مشاكل كبيره، عندنا ازمات غير طبيعيه بتحصل داخل النادي. طب ارض اكتوبر فيها مشاكل من جوه اعضاء مجلس الاداره، اوراق بقى غلط، الاوراق مش سليمه، المستندات مش صح. تحاسب الناس دي، ما تعاقبش جمهور نادي الزمالك. مش معقول يا جماعه مصر اللي بتحل كل حاجه وقادره تقف في كل حاجه، والحمد لله بفضل الله بلدنا الدنيا فيها تمام، واي مشكله مصر بتقع فيها بتحلها. تخيل بقى نادي الزمالك اللي هو جزء من مصر عنده مشكله، مصر مش قادره تساعده، مصر مش قادره تقف جنب نادي الزمالك، مصر مش قادره تعرف جمهور نادي الزمالك اللي هو من شعبها ايه الازمه فين، المشكله فين. يعني مين اللي غلطان؟ المسؤولين داخل النادي ولا المسؤولين داخل الدوله؟ احنا عايزين نعرف. يعني وزير الشباب والرياضه، يعني جمهور نادي الزمالك ده، يعني انت كنت بتقول من كام يوم مع سيف زاهر ان انت مهتم بقضيه جمهور نادي الزمالك وبارض اكتوبر والازمات والورق في النيابه. ورق ايه اللي في النيابه يا سياده الوزير؟ ورق ايه ده اللي في النيابه؟ ارض اكتوبر ورق دخل النيابه؟ طب الجمهور نادي الزمالك انت خاطبته؟ انت قلت الكلام ده بس في تصريح اعلامي. حضرتك ابعت لجنة تفتيش من وزارة الشباب والرياضة على نادي الزمالك تفتش زي ما انت عملت مع مجلس مرتضى منصور في 2020. ابعت ناس تفتش داخل النادي. النادي فيه مشاكل وازمات والناس دي غلطت في حق النادي، ما تحل مجلس الاداره. ده جمهور الزمالك اللي بيطالبك ان انت تحل مجلس اداره نادي الزمالك. المجلس ده فاشل وخاين لجمهور نادي الزمالك. المجلس ده عار. المجلس ده كلهم بلا استثناء فشلة، ومش هحترم حد فيهم ومش هقول مع احترامي لحد، كلهم فشلة، كلهم ناس ما تسواش ان هي تبقى في اعضاء في مجلس اداره نادي الزمالك. الناس دي اقل من كيان نادي الزمالك بكتير، كلهم من اول حسين لبيب لحد اصغر عضو في مجلس اداره. انتوا ما تسووش على اللي بيحصل في نادي الزمالك. لا، ولسه لما نتكلم في الازمات اللي بتحصل، يعني احنا نيجي نبتدي مثلا بكابتن خالد الغندور والتصريحات اللي قالها على عبد الحميد معالي. راجل بيقول لك بقاله 3 شهور ما بياخدش جنيه
من نادي الزمالك من ساعه ما جه. تمام، نادي الزمالك هنا بيمر بازمه. طب الراجل ده ذنبه ايه؟ الراجل ده ما ياخدش ولا جنيه من نادي الزمالك. الراجل ده اللي اتوعد من مجلس اداره نادي الزمالك ان والدته وابن خالته يجوا، والكلام ده مكتوب في العقد ان هم يجوا يعيشوا معاه في مصر. ده شاب 19 سنه عايش لوحده في مصر، فطبيعي ان هو يطلب والدته، والده مثلا لو موجود، بس هو طالب والدته وابن خالته، وده مكتوب في العقد. واداره نادي الزمالك وعدته ان هو يجي، ان الناس دي تيجي لعبد الحميد معالي. فالناس دي ما جاتش. الناس دي ما دفعت لهمش تذاكر طيران ان هم يجوا ينزلوا مصر، والحمد لله ان هم ما نزلوش. هينزلوا يعملوا ايه؟ عبد الحميد معالي ما بياخدش فلوس. عبد الحميد معالي اللي قال بعضمة لسانه ان محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بيسلفه فلوس عشان يقدر يعيش. وكابتن خالد الغندور قال ان محمد صبحي كان بيجيب عبد الحميد معالي عنده البيت مره والتانيه والتالته عشان ياكل. انت متخيل الحال وصل لايه؟ لعيب في نادي الزمالك مش لاقي ياكل، بيروح عند محمد صبحي عشان ياكل. يا جماعه ده ابسط حق ليه. ايه الاهانه دي؟ يا جماعه انتوا متخيلين؟ حد بس متخيل؟ حد شايفني كده متخيل حجم الكارثه اللي احنا فيها؟ لما شاب عنده 19 سنه يجي من المغرب يحترف في نادي الزمالك مش لاقي ياكل. الاكل ابسط حقوقه ياكل ويشرب. يا مجلس فاشل، يا مجلس عار، يا مجلس يا اللي ربنا ينتقم منكم شخص شخص. وصلتوا اللعيبه ان هي مش لاقيه تاكل. لعيب بيستلف فلوس من زمايله، لعيب متغرب وسايب بلده واهله عشان يجي يتهان عندنا. عندها حق اللعيبه تخاف تيجي نادي الزمالك، بس بسبب المجلس ده. المجلس ده اسوأ مجلس جه في تاريخ الانديه كلها، مش تاريخ نادي الزمالك. شوف كام نادي في مصر كده، وشوف كام نادي جاب ال100 سنه واللي اقل من 100 سنه، وشوف كام رئيس نادي او مجلس اداره مر على كم الانديه دي داخل البلد. ده افشل وازبل واقذر مجلس اداره جه في تاريخ الكره المصريه، على الكوارث اللي بتطلع منه. انا مش هاممني حد، انا اللي يفرق معايا نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللي انا منهم. فانا مش فارق معايا حد، يولعوا كلهم باوسخ جاز في البلد على اللي بيحصل في نادي الزمالك. يوصل بيه الحال ده يا جماعه؟ يا جماعه عيب، ده كتير. الناس دي ليه قاعده؟ الناس دي ليه موجوده؟ الناس دي ليه ما قدمتش استقالتها؟ ليه وزير الشباب والرياضه بعد التصريحات اللي هو بيسمعها دي ما يتدخلش ويشوف هو مش الزمالك ده نادي الدوله؟ هو مش الزمالك ده نادي جماهيري؟ هو النادي الزمالك ده مش تحت ايد وزاره الشباب والرياضه؟ ومن حقهم ان هم في اي وقت يتدخلوا داخل النادي ويفتشوا ورا النادي ويشوفوا ايه اللي بيحصل. مجالس الادارات اللي كل يوم والتاني طالعين في برامج اعلاميه، واحد يقول لك اصل الزمالك كان مريض وبيموت والنهارده المريض بيموت، والتاني يقول لك اصل الزمالك عليه 2 مليار. ما 2 مليار ونص ده عشان انتوا حراميه. 2 مليار ونص انتوا عملتوا بيهم ايه واديتوا بيهم ايه؟ دي الناس اللي جت في عهدكم، اللي هو جوميز وجروس وبيسيرو وميشالاك وعمر فرج، كل دول عايزين فلوس منكم انتوا. ده مجلسك انت، مش مجلس مرتضى منصور. كل الناس دي بسببك انت. الازمه اللي انت داير عليها في المحكمه دلوقتي بتاعت زيزو، ما دي منك انت. كل البلاوي والقرف اللي بيحصل داخل نادي الزمالك ده منك انت. محدش من جمهور الزمالك يتغفل بكلامهم ويطلع يقول اصل دي مجالس كلها غلطت. بس الكارثه اللي احنا فيها النهارده من المجلس ده اللي موجود، مش من المجالس اللي قبل كده. ما خلاص مرتضى منصور اللعيبه اللي جابها كلها خدت فلوسها والنادي اتداين بيها، واتقال ان هم دفعوا. طب كل الديون ديت منكم انتوا، مش من مجلس مرتضى منصور. خلاص القواضي اللي عماله ترفع في الفيفا دي من الناس اللي انتوا تعاقدتوا معاهم. مدربين مشوا ولاعيبه مشيت، والنهارده مدرب موجود ما بياخدش فلوسه، ولاعيبه موجوده في نادي الزمالك ما بتاخدش فلوسها. ده ايه الهم وايه القرف وايه العك ده؟ ليه ما حدش عاوز يقدر جمهور نادي الزمالك؟ وليه المسؤولين ما يتدخلوش ان هم يحلوا مجلس اداره نادي الزمالك ده ويحاسبوه على كم الكوارث اللي بتحصل؟ ما ده حقنا كجمهور. احنا هنفضل لحد امتى عايشين في حرقه الدم دي؟ بجد مجلس فاشل وعار على جمهور نادي الزمالك، والله منهم لله. حول الله يا رب. كنت عايز اتكلم على ماتش الزمالك وديجيتاها الصومالي اللي هيتلعب يوم السبت الجاي باذن الله، الذهاب في بطوله الكونفدراليه اللي هيتلعب برضه في مصر. الماتشين ذهاب واياب هيتلعبوا في مصر، واحد في استاد السلام والتاني في استاد القاهره.
والله العظيم الموضوع ده مضايقني ومضايق كل الزملكاويه، اكيد مش انا لوحدي اللي في الحال ده بسبب الكوارث اللي بتحصل. فالواحد كل يوم بيفكر وكل يوم بيشوف حاجات تحرق دمه. نادي الزمالك بيضيع ومحدش بيسأل فيه، كل المسؤولين بتتجاهل نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. بس ده ما ينفعش ولا ده يصلح ان انتوا تعاملوا جمهور نادي الزمالك، جمهور الكيان الكبير والعظيم ده، بالشكل ده. الزمالك يلعب قدام تيكيدا الصومالي. تأكد غياب ناصر منسي وعدي الدباغ وعمرو ناصر وسيف الدين الجزيري اللي هيبقوا موجودين في القايمة. دونجا سليم بنسبة 100%، وأحمد ربيع ومحمود جهاد برضو بعد الرجوع من الإصابة. فتيم نادي الزمالك كله جاهز باستثناء عدي الدباغ وناصر منسي. دونجا مش هيلعب مباراة السوبر المصري الأولانية إن شاء الله قدام بيراميدز، وإن شاء الله نقدر نعدي ونلعب النهائي أيا كان قدام مين، الأهلي أو سيراميكا. فالماتشين لو الزمالك لعب الماتشين أو حتى تالت ورابع، الماتشين بتوع الزمالك دونجا مش هيلعبهم، لأن كان الوقف بتاع السوبر المصري اللي فات والمشكلة بتاعت اللي حصلت في الإمارات مع مصطفى شلبي وكابتن عبد الواحد السيد، هو وقف ماتشين، وقف 4 مباريات. فدونجا مش هيلعب السوبر المصري ده، ولو كمل مع نادي الزمالك للسنه الجايه برده مش هيلعب السوبر المصري اللي جاي. بس الحمد لله يعني احنا عندنا احمد ربيع وعندنا محمود جهاد، يعني قادرين ان هم يشيلوا نص ملعب نادي الزمالك. في اخبار كويسه جدا عن عبد الله السعيد ان هو ممكن يكون متواجد في منتخب مصر 2026 في كاس افريقيه. نتمنى عبد الله السعيد لعيب كبير ويستاهل ان هو يتكرم حتى ان هو يبقى موجود في كاس افريقيه. واتمنى احمد الشناوي واتمنى عمر جابر، اللعيبه اللي خدمت منتخب مصر وخدمت انديتها على مدار سنين طويله. اللعيبه دي ممكن في نهايه مسيرتها كابتن حسام حسن يبقى موقف جميل منه ان هو يكرم اللعيبه ديت. نادي الزمالك انا صعبان على اللي بيحصل فيه، الواحد مش لاقي كلام يقوله. في بص والله العظيم في مليون مشكلة قدام مني نتكلم فيها، بس كل المشاكل دي هنفضل نتكلم فيها ونهري فيها على الفاضي. حل نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك يمشي، تيجي ناس نضيفة، ناس محترمة، ناس بتحب نادي الزمالك عاوزة تخدمه. أرض أكتوبر لازم ترجع لنادي الزمالك تحل جزء أو البعض من المشاكل اللي موجودة، عشان نادي الزمالك ما ينفعش الحال اللي هو فيه. نادي الزمالك صعبان علينا، واحنا كجمهور تصعب علينا نفسنا من الحال اللي احنا شفناه مع مجلس اداره نادي الزمالك ده. فده كان فيديو النهارده، وده اللي انا اقدر اقوله، ما عنديش كلام اكتر من كده. سلام عليكم.